emergency. Please send a squad to just on the road. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. طبعا كلنا عارفين ان في السنة الجديدة كل الناس بتطلع تحتفل مع اصحابها، بس اليوم ده للأسف كان يوم مرعب للناس مش احتفال. في عام 1980 كان في بنت اسمها بوتكس، والبنت دي كانت بتحتفل مع اصحابها واخواتها بالنيو يير. بعدها فجأة اختفت كيرين من بين اصحابها واخواتها. فضلوا اخواتها واصحابها ساعتها يدوروا عليها بس من دون اي فايده. كيرين وقتها تاهت بسبب الاحتفالات الكتير اللي كانوا بيعملوها ساعتها. وقتها بعد ما تاهت قابلت واحد اسمه بول، وده المجرم بتاع قصتنا النهارده. بول المجرم العدواني اول ما شاف كيرين تايهه وسكرانه في عز التلج جاب العربيه بتاعته وقال لها تعالي معايا. كيرين طبعا ساعتها ما كانتش تعرف اي حاجه ولا تعرف ان ده مجرم. بعدها بول اخدها في حته مقطوعه بعيد عن كل الناس. بعدها ضربها وسبب لها اصابات كتير في دماغها، وكان ساعتها يفتكر انها ماتت. بعد ما بول ضربها وفاكر انها ماتت طلع تليفونه واتصل بالشرطه. Can you tell me what happened to her? She's laying on the ground in the back. What's the address? I don't know. Who are you? كيرين رغم الضرب الكتير اللي خدته على دماغها لكنها عاشت ساعتها، بس ما كانتش فاكره اي حاجه من اللي حصل. الشرطه ساعتها فضلت تدور على اي دليل ممكن يساعدهم في اللي حصل، بس المجرم ساعتها كان ذكي وما سابش اي دليل وراه. الجريمه التانيه بقى للمجرم بول كان بعدها ب5 شهور. في يوم كده من الايام كان في مجموعه من الصحاب بيتمشوا، وفجاه شافوا بنت مرميه في الارض وكلها طعنات في بطنها وجسمها. نقلوها ساعتها للمستشفى، وبعدها عرفوا ان الطعنات كانت 61 طعنه مكسره التلج. عرفوا ساعتها ان البنت دي اسمها كيرلي كومبوتين. كيمبرلي كان عندها 18 سنه واتخرجت من مدرسه ثانوي، وكانت ساعتها بتدور على وظيفه او شغل يعني. الشرطه برضو ساعتها ما كانتش لاقيه دليل على جريمه القتل دي، بس بعد 48 ساعه الرقم المجهول رن تاني، وكان بيقول ساعتها Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to ever. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. المكالمة دي كان باين فيها المجرم انه خايف وبيبكي، ودي تاني جريمة يعملها ويتكلم فيها بنفس الطريقة، علشان كده ساعتها الشرطة سموه القاتل الباكي. الشرطة برضو ساعتها افتكرت ان الشخص ده بيهزر، بس بعد الكلام اللي قاله اكتشفت ان كل كلامه صح، وان فعلا قتل البت دي بكسرة تلج. بعد ما الشرطة سألت وعرفت انها اخر مرة كانت بتاكل قدام الشركة اللي شغالة فيها، والناس قالوا انها وهي قاعدة بتاكل لوحدها في حد جه وقعد معاها فترة طويلة. الناس برضو قالوا ان الراجل ده عرض عليها انها تركب معاه العربية ويوريها حوالين المكان بالعربية. طبعا ساعتها علشان كيمبرلي صغيرة وبتثق في كل الناس ركبت معاه العربية، ودي اخر مرة شافوا فيها كيمبرلي قبل ما تموت. وفجأة جات للشرطة برضو مكالمة تاني، وكان القاتل فيها ساعتها بيتكلم كلام غريب جدا. من ذكاء الشرطة طبعا تتبعت المكالمة اللي جات لها من المجرم ده، ولكن لما وصلوا المكان بتاع المكالمة المجرم ساعتها اختفى، وساعتها برضه ما سابوش المكان ومشيوا. وكان في الموقع ده رجاله من الشرطه كانت بتراقب المكان على اساس ان لو جه المجرم يتصل منه تاني يعرفوا هو مين. بعدها طبعا نزلت الشرطه صوت القاتل ده في الراديو على اساس ان لو حد من الناس عرف صوت القاتل ده يساعدهم في القضيه دي. وساعتها الشرطه اكتشفت ان المجرم اللي رن في الجريمه الاولى هو المجرم اللي رن في الجريمه الثانيه. وبرضه ساعتها محدش عارف مين يوصل لمين المجرم ده ومين صاحب المكالمات دي. عدت اكتر من سنه ومحدش سمع صوت القاتل الباكي تاني. بس الصدمة بقى ان في يوم 6 اغسطس من سنة 1982 كان في شاب بيمشي على نهر المسيسيبي وشاف جثة بنت. ساعتها بعد الشرطة ما جت المكان ونقلوها عرفوا ساعتها ان اسمها باربرا وعندها 40 سنة. كانت ممرضة وكانت مضروبة من المجرم بوحشية وطعنها اكتر من 100 مرة، والجروح ساعتها كانت على شكل دايرة. سألت الشرطة وعرفت ان اليوم اللي اتقتلت فيه باربرا انها كانت بتتكلم مع واحد غريب في الشارع، بس محدش يعرف هو مين. الشرطة برضو عرفت توصل لتحركات باربرا اليوم ده، وعرفوا ساعتها ان الشخص ده برضو عرض عليها انه يوصلها بالعربية في بيتها لما كانت سهرانة في بار. ساعتها الشرطة فكرت
وراحت للبار وسالوا البنت اللي كانت بتخدم في البار ده علشان يعني تفيدهم في تحديد شكل المجرم اللي وصل لباربرا. بعدها طبعا الشرطه فضلوا يوروها صور المشتبهين، وساعتها البنت دي قعدت تقلب فيهم لحد ما شاورت على واحد معين فيهم، والشخص ده كان بول اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو. بول ساعتها كان عنده 38 سنه وكان متهم بقضيه اعتداء، بس ده مش سبب او دليل علشان يتم القبض عليه. فضلت الشرطه ساعتها تراقب بول، بس للاسف بول غير مكانه وغير بيته. بس بعد اختفاء بول بساعات اتصل واحد ساعتها بالشرطه وقال ان هو بيشوف واحد بيقتل بنت. وقتها طبعا حاول الشاب ده يتدخل ويبعد المجرم عن البنت دي، بس المجرم طبعا ساعتها هرب بسرعه بالعربيه. نقل الشاب البنت دي للمستشفى وبلغ الشرطه فورا. الشرطه ساعتها وصلت المستشفى وعرفت ان البنت دي اسمها دينيس وكان عندها 18 سنه ومطعونه 15 مره. دينيس علشان عرفت تدافع ساعتها عن نفسها، والشاب ده برضه ساعدها، عاشت وحكت كل حاجه للشرطه. بعد شويه الشرطه جات لهم مكالمه من واحد بيقول لهم ساعدوني. 1505 Westminster? 1505 Yes. Westminster, what's the problem? I'm all cut up. I got beat up. What's your apartment number? 208. I'm bleeding 208, where are you bleeding from? from my arm, my face. دينيس ساعتها قالت انها ضربت المجرم على دماغه وفتحتها له. الشرطه ساعتها راحوا لصاحب المكالمه دي وجابوه لحد المستشفى، وشافوا ساعتها الجروح اللي في وشه وراسه، والجروح دي هي مطابقه للي حكته دينيس، وخصوصا ساعتها ان بول كان مشتبه فيه، والشرطه خلاص عرفت ان بول هو القاتل. لما اتقبض على بول ساعتها انكر انه صاحب الجرايم دي وانه كمان مش ده صوته. جابوا اهله وسمعوهم المكالمات وقالوا فعلا ده صوته. ساعتها اتاكدت الشرطه ان المكالمات كانت منه. حتى بعد انكاره تم القبض عليه واتحكم عليه ب 58 سنه سجن. وبعد 12 سنه بول كان عنده سرطان في الجلد، والدكتور قال له ساعتها انت هتموت في اقل من سنه. قرر بول بعدها انه يعترف بكل الجرائم اللي عملها. بول ساعتها كمان اعترف بجريمه محدش كان يعرفها، كانه يعني بيخلص ضميره ويعترف بكل حاجه قبل ما يموت، وهي ساعتها انه قتل واحده عمرها 36 سنه وغرقها في حوض جوه بيتهم. بول ساعتها بيقول ان كان دايما بيسمع صوت بيقول له اقتل. بعدها بول مات سنه 1998 بالسرطان. السؤال هنا، هو فعلا ممكن حاجه تخلي الانسان يقتل زي ما بيقول بول، ولا ده ممكن يكون مرض نفسي؟ لو حد عنده تفسير للحكايه دي يكتب لي في التعليقات من تحت، وما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وتشتركوا في القناه. السلام عليكم.